انا كده كده داخل اكسب، سواء اللي ربنا كاتبه ايه، بس انا داخل على مكسب. محدش يعرف انا قعدت احضر لدوت قد ايه، الواحد كان بيتدرب ازاي، كان شغال على نفسه ازاي، غير ان في بتاع حوالي شهرين كاملين كنت كل اللي بحاول اعمله فيهم ان انا اهل نفسي بس نفسيا لليوم ده. فانا كده كده داخل على مكسب، بعيدا عن اخواتي اللي كلهم موجودين في المسابقة، واللي انا اتمنى لهم كل خير. بس هي دي بتاعتي انا، مش بتاعت حد تاني. if we're talking كده كده كل عارف مين احسن فري ستايلر في مصر. الفشل مرض، كانسر لازق فيا مش عايز يروح. انا كل حاجه سعيد فيها ما نجحتش فيها، وانا غالبا اكتر حاجه بعملها في حياتي غالبا انا بفشل يعني. اسمي الحقيقي يوسف وليد، عندي 20 سنة. بالنسبة بقى الموس دي جت منين، فهي في فيلم اسمه ستيب اب، ففي كاركتر في الفيلم كان اسمه روبرت الكسندر ذا ثيرد، بس هو ما كانش عشان الاسم كان طويل يعني، فهو كان بيقول but you can call me موس. فهي جت من هنا، طبعا من كتر ما كنت بحب الكاركتر ده، ومن كتر ما احنا الاتنين عندنا نفس الشخصية نفس البرسوناليتي، وانا وهو شبه بعض شوية، فالاسم لزق، فاهم؟ بقيت موس بس. مرتضى فانا معايا هنا اس دي الوقفه معايا كده هتتحط لك، بس واقفه هنا كده في السي في وانا نازل بهزر بقول لك 10 سنين، عارفين 10 سنين. زي اي طفل كان، بس فكره التميز اللي محتاج تكون، او انا بطبيعتي شخص كنت حابب ان انا اكون الشخصيه المتميزه طول عمري يعني. مولود كده. فكان الحوار بالنسبه لي غريب شويه، لان كل ما اجرب حاجه الاقي لا، مش دي. لعبت كوره، طب مش دي. يلا نرسم، مش دي. حبه في حبه لقيت ان الكتابه سلسه اكتر. لقيت ان الحوار لا، ايدي ماشيه فيه، وما كنتش اصلا بكتب مزيكا. هو الحوار كان مقتصر على روايات اكتر. طور الحوار وقلت طب ليه مثلا ما نحطش اكتر حاجتين انا بحبهم على بعض، الكتابه والمزيكا. ابتديت اكتب اغاني، ممكن نقول انها كانت غضب وبيطلعوا في ورقه، فاهم. You know we like to do some things sometimes. حاول اجمع برج بس هدي عندك جامد من تاني بتودي حدش فيكو رابر جاي وبيقضي طالع على البيت من تاني بتهدي بيتش مين سدي مش هتكلم مش هتلدي بك لابس تيشيرت انا سالبرج انا جامد انا فيش انا لا ده ما ينفعش تغفله، لا لازم تفضل صحي له، عشان ده انت لو غفلت له هيبهدلك خالص. بس وهو اندر دوج قوي يعني، هو شاب صغير فاهم، ما يطلعش منه ده. فان انت تلاقي شاب صغير قد كده ممكن يقف قدام بني ادم ويهلفته، لا. اسمع دوشة عالية الموس. الراوند الأولى موس هيبتدي، فات سام يلا بينا. ايه فوق لها ركز بس معايا انك تكسب بس النهارده صاحبي بس دوت لا عندها تسمع تاني محدش فيكو بس كان قدها تكسب موت. عندي مشكله صغيره، عندي خوف من الفشل. خليني يعني احطها كده بوينت في حياتي، مهما بعمل ومهما اعمل بحس ان لا، ستيل مش كفايه أصلاً. خمسة ثلاثة اثنين واحد فوت. يعني عموما بالنسبه لي الكتابه سلسه سهله. ممكن نخلص دلوقتي تراك 10 دقايق نخلص واحد تاني. نبقى قاعدين عادي، فجأة موس خد الكرسي وقعد لوحده سابنا ولابس السماعة. مفيش 10 دقايق يجي موس يسمعنا التراك بالبيت بكل حاجة، أغنية كاملة عننا عن الكلام بتاعنا،
وعن شخصيه كل واحد. مثلا يقول لك هنا زتونه مش عارف ايه، عفيفي بتاع جونيور، يقعد بقى كل واحد بيمثل ايه في حياته هو حاططها في التراك ده. هم اصحابي اكتر ناس بيلهموني اكتب، بعيدا عن نفسي بعيدا عن مشاكلي، بس اصحابي يمكن هم اكتر حاجه بتخليني عايز اكتب، عايز اعمل، عايز انجح، لان لما انا هنجح الشباب دي هتبقى عايزه تنجح، كلنا بنزق في بعض في الاول وفي الاخر. بس هو برضو الفكره ان هو موس برضو لسه محدش عارف اللي عنده ايه. اللعبة طلعت بس هنا لا مش فير، جاي لوحده الوحيد اللي ماشي عكس السير. مش هقول لك انك جامد بس هنا الغير، كل دول اندر تيكرز انت اندر وير. 3 2 1 فوت. دوشة عالية الموس. قوليلي فاضيلي قوليلي فاضيلي قوليلي ايه جوا، ما انتي لابتالي ما تقوليش اوكي، عاملالي قاضيلي حاسبالي ماضيلي، قلت كانت غلطة ما انتي فاهماني عارفة قلبي فين. دي كانت ممكن تقول اكبر خبطه خدتها من 10 شهور. انا كنت هبطل لاجل الشخص، دي كانت الحاجه الوحيده اللي ممكن كنت ابطل مزيكا اصلا. البنت اللي انا وهي يعني she was my soulmate واكتر حد انا ممكن اكون حبيته في الدنيا كلها. السلام عليكم. she was one of the most important things اللي خلتني اصلا بعمل مزيكا. and she was an inspiration، وانا وهي نعرف بعض من اول ما اتولدنا مثلا ولا حاجه. we got in a relationship for about 3 years فاهم مرة واحدة ده. ومين السبب؟ سلام عليكم. غلطات وتراكمات وحاجات بتتحط فوق بعضها وبس. بس still يعني she's so important to me ومتملهاش غير كويس والله. important من الكلام اللي بقوله في حياتي، انا دايما بقول ان انا لما حد يقول لي انت تمام اقول له انا مسحول. لو انا دماغي باظت ما بقولش انا زعلان، ما بقولش انا متضايق، معلش يا جماعه مسحول. هو التراك اسمه مسحول. استنى، هو الكورس بقول فيه باينني مسحول، باين عليا حتى من غير ما اجي اقول، دماغي مش موجود مش حاسس هدوء، وباينني مسحول باين عليا حتى من غير ما اجي اقول، في دماغي مش موجود مش حاسس هدوء، عمال بلبس بدوخ. ايه يا بيتش، قول لهم انك حافظ تراكاتي اللي لسه ما نزلتش، قول لهم خذلت نفسك كبني ادم، خذلت ناس كتير حواليك، حتى لو هما بصلك بصت احنا فخورين بيك وكل الكلام الجميل ده، بس انت كنت عايز تقدم اكتر من كده. وانا قلت لك قبل كده انا عندي مشكله مع الفشل عموما، فاهم؟ وانا غالبا اكتر حاجه بعملها في حياتي غالبا ان انا بفشل يعني، فمستفزه ورزله وبتوجع، فاهم؟ بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.